السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جميل عماد وبقدم محتوى عن العربيات. في الفيديو بتاع النهاردة أنا جاي أكلمك عن حاجة معظم الميكانيكية بيشيلوها من العربية وعندهم اقتناع تام إن الحاجة دي ملهاش لازمة وإن هما وظيفتها إن هي تبقى في البلاد اللي فيها برد شديد أو أيا كان. تمام. فبما اننا داخلين على الشتاء فانا حبيت ان انا اعمل لك فيديو مخصوص عن الموضوع ده، لان بسبب حته القطعه الصغيره دي اللي هي ترموستات الكوع اللي معظم الميكانيكيه بيشيلوه وبيرموه، ممكن عربيتك تاكل بنزين تمام وعمرها الافتراضي يقل وتلاقي العربيه متلته معاك وكمان عزمها بيقل. يعني ايه يا عمده؟ انا هقول لك ترموستات الكوع ده بيعمل ايه ووظيفته ايه ولما بيتشال ايه اللي بيحصل في الموتور، ولو اقتنعت تعمل لي لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك وتسيب لي كومنت تعرفني هو موجود في عربيتك ولا مش موجود. قبل ما ابدا الفيديو عايز احكي لك حكايه. انا كان معايا عربيه بتاعت والدي الله يرحمه، فاحنا من زمان جينا سقطنا لها مكنه، جبنا لها مكنه استيراد وركبناها. واحنا بنركبها الميكانيكي اول حاجه عملها راح شايل ترموستات الكوع رميه ومركب المكنه من غير ترموستات. ولما سالناه وقتها انت ايه اللي خلاك تشيل الترموستات او ترميه، قال لك ده ملوش لازمه، ده وظيفته في البلاد اللي بيبقى فيها برد شديد عشان يسخن الموتور، لكن عندنا هنا في مصر كده كده الجو ما فيهوش بروده شديده او تلج، فده طبيعي عادي نسيب الدوره ايه مفتوحه. طبعا احنا صدقنا اللي هو ما فيش حاجه، يعني احنا ما عندناش كان يعني انتشار الانترنت مش موجود وقتها زي دلوقتي، والسيرش مش موجود زي دلوقتي، فاحنا مش فاهمين، احنا ماشيين وراه وهو اللي فاهم راجل ميكانيكي. تمام. لحد ما جه عربيه واحد صاحبي بعد كده عايزه تعمل عمره، وديناها لنفس الراجل ده عشان هو طبعا بنشتغل معاه بقالنا كتير وكده، فوديت له الايه العربيه. اول حاجه عملها برضو وهو بيعمل العمره، خلص عمرته وهو بيقفل المكنه راح شايل الترموستات بتاع العربيه، كانت عربيه لانوس، شال الترموستات ورماه. بعديها صاحب العربيه خد العربيه بدا يطلع بيها على الطريق، لا العربيه بدات تاكل منه بنزين بشكل مبالغ فيه. تمام. ولما يعني بيجي يجري على الطريق او يمشي على الطريق بيلاقي ان العربيه حرارتها بتقل خالص، يعني مفيش حراره اصلا. بينزل يفتح الكبوت يحط ايده على المكنه، المكنه يعني يا دوب دافيه اللي هو مفيش حراره في الموتور. فبدا ان احنا نروح للكهربائي نعمل كشف اعطال، نشوف الحساسات، حساس الاكسجين، حساس الهواء، حساس كل الحساسات سليمه والعربيه كلها سليمه ما فيهاش اي حاجه والبوابه سليمه ما فيش اي مشاكل. فروحنا لميكانيكي بقى، مهندس ميكانيكا، يعني رحنا الميكانيكي كان مهندس فعلا خريج هندسه ميكانيكا وراجل فاهم بيعمل ايه، ورحنا له قلنا له المشكله اللي عندنا، وقلنا له كشفنا العربيه مفيش اي اعطال في الحساسات والعربيه برده بتستهلك بنزين زياده. بدا يفتح الراديتير، شاف دوره التبريد، لقى دوره التبريد مفتوحه، فسالنا قال لنا هو الترموستات موجود ولا مش موجود؟ قلنا له مش موجود. قال لنا روح هاتوا لي واحد وتعالوا. رحنا اشترينا ترموستات وركبناه في العربيه، او الميكانيكي يعني ركبه في العربيه، وبعد كده صاحب العربيه خدها جربها وطلع بيها على الطريق، حرارتها مظبوطه، العربيه ما بتاكلش بنزين، العربيه ماشيه زي المسطره. طيب نستنتج ايه من الموضوع؟ نستنتج ان ترموستات الكوع ده لما يتشال من عربيتك يخلي العربيه تستهلك بنزين زياده، ويخلي العربيه عزمها يقل، ويخلي العربيه عمر الموتور بتاعها ممكن كمان يقل. طيب ليه يا عمده الكلام ده كله؟ هقول لك ليه. اولا الترموستات ده وظيفته ان هو بيحجز الميه جوه الموتور في دوره مغلقه، يعني بيخلي الميه جوه الموتور ما تعديش على الراديتير طول ما درجه حراره العربيه اقل من 90 او اقل من درجه حرارتها المظبوطه الموجوده حسب الشركه المصنعه، لان في عربيات بتبقى درجه حرارتها 90، في عربيات 92، في عربيات 85، كل عربيه بيبقى ليها درجه حراره مظبوطه عليها. العربية لما درجة حرارتها توصل ل90 او تزيد عن ال90 حاجة بسيطة تلاقي الترموستات بدأ يفتح يدخل مية من الراديتير ينزل درجة حرارة العربية للدرجة المظبوطة. عشان كده دايما في عربيتك لما يكون فيها الترموستات ده بتلاقي الحرارة عندك ثابتة، العداد ثابت، ما لا بينزل ولا بيتحرك ولا بيطلع ولا اي حاجة، وده مش بسبب المراوح، ده بسبب الترموستات ده. طيب ايه اللي يحصل لو الترموستات ده بقى مش موجود في العربيه؟ لما انت تيجي تمشي على طريق سريع الهواء بيجي في وش العربيه، فحتى المراوح لو مش شغاله الهواء اللي بيجي في وش العربيه ده بيبرد الراديتير. الدوره لو مفتوحه ومفيش ترموستات يحجز الميه في الموتور، الميه اللي بردت في الراديتير دي بتخش على الموتور تبرد الموتور، تمام، وتطلع تاني على الراديتير وترجع تبرد الموتور. فطول ما انت ماشي على طريق مفتوح والعربيه عماله تبرد اكتر من الطبيعي. طيب لما حراره العربيه بتنزل عن الطبيعي الكنترول بتاع العربيه بيقرا ان العربيه بارده، فبيغزلها بنزين زياده عشان خاطر يسخن العربيه. ما هو العربيه انت اول ما بتدورها الصبح بتبقى عاليه شويه، وبعد كده لما تبدا تسخن او تدفى شويه بتلاقي العربيه صوتها بيوطى، ده عشان الكنترول بيقرا ان العربيه بارده فبيديها بنزين زياده تسخن، وبعد كده الكنترول بيرجعها تاني زي ما كانت اول ما العربيه بتسخن.
طيب طول ما هو قاري ان العربيه بارده او مفيش حراره في العربيه، طول ما هو بيغذي بنزين زياده عشان يسخن العربيه، وطبعا العربيه ما بتسخنش عشان مفيش ترموستات عشان الدوره مفتوحه. الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل لو الترموستات ده متشال، ان العربيه طول ما هي بارده الحرق بتاعها ما بيبقاش مظبوط، عشان العربيه مصنعه ان غرفه الحرق اللي هي السلندر بيكون في اقصى او افضل مراحل الاحتراق لما بتكون درجه حراره العربيه 90 درجه. طيب لما احنا بنقلل بقى درجه حراره العربيه دي، فالحرق بيكون فقير، بيكون ضعيف، فيعمل معاك قله عزم وقله سحب في العربيه واستهلاك بنزين زياده، لان مفيش حرق فطبيعي انك هتدوس، او مفيش عزم فطبيعي انك هتدوس بزياده فتدي بنزين زياده، وبرضه العزم هيكون قليل معاك. فالترموستات ده هو المسؤول عن تثبيت درجة حرارة العربية. عدم وجود الترموستات بيخلي العربية على الطرق المفتوحة حرارتها بتنزل، وبالتالي كل اللي انا قلت لك عليه ده بيبدا ان هو يحصل استهلاك بنزين زياده، عشان الكنترول بيفضل شايف ان العربيه بارده ومحتاجه بنزين عشان تسخن. ده غير استهلاك بنزين زياده بسبب فقر الاحتراق، يعني الحرق جوه السلندر بيبقى فقير، ما فيش حراره تظبط الضغط بتاع الحرق بتاع البنزين، فانت ده برضو بيسبب معاك استهلاك بنزين زياده. اخر حاجه واهم حاجه ان لزوجه الزيت بتبقى، يعني انت مثلا اصلا لما بتيجي تحط الزيت 10W40 او 5W40 او 5W30، الخمسه دي لزوجه الزيت وقت ما التشغيل، يعني وقت ما العربيه بتكون بارده، والرقم الكبير او الرقم الثاني ده بيبقى لزوجه الزيت لما العربيه بتبدا ان هي تسخن. فطول ما العربيه بارده معاك او الحراره بتاعتك قليله، طول ما الزيت عندك لزوجته تقيل جوه الموتور، فبيعمل حمل وعبء زياده على الموتور. ده غير ان هو يعني خواص التزييت بتاعته ما بتبقاش في اقصى او اكفأ المراحل بتاعتها غير لما بيوصل لدرجه حرارته المظبوطه اللي هي درجه حراره الموتور اللي هي 90. فدي برضو من اهم العوامل اللي بتاثر على عمر الموتور بتاعك، ان الزيت ما بيبقاش مديك الخواص بتاعته كامله عشان دايما الزيت بارد. طب ما هو البروده دي غلط على الموتور، مش بتفيد الموتور. اظن انت كده فهمت ليه غلط تشيل ترموستات الكوع او ترموستات الموتور اللي بيحجز الميه، مش ترموستات اللي بيقيس الحراره، الترموستات اللي بيحجز الميه ما بين الراديتير وما بين الموتور. انت كده فهمت هو ليه غلط ان هو يتشال. وطبعا لو رحت الميكانيكي وقال لك انا هشيله او ملوش لازمه، او حاول يقنعك باي طريقه ان هو ملوش لازمه، سيبه موجود في العربيه، او لو محتاج يتغير او بايظ او عليه رايش او مصدي، شيله وهات واحد غيره وركبه برضو في العربية. هو معمول عشان يحافظ على درجة حرارة الموتور بتاعك، ويحافظ على عمر الموتور بتاعك، ويحافظ على الموتور عموما. تمام؟ فهو لو معمول يدور العربية ما كانوش عملوه، هو بيحافظ على الموتور بتاع عربيتك. فلو ميكانيكي حاول ان هو يشيله لك، قول له لا سيبه، انا حر في عربيتي، ركبه تاني، ولو بايظ هجيب لك واحد جديد وركبه، ما تشيلوش من العربية. واظن انت كده فهمت وعرفت هو ليه غلط ان هو يتشال من العربية. فما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، وتعمل اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وتسيب لي كومنت تعرفني هو متشال في عربيتك، او انت قابلت ميكانيكي قال لك انه ملوش لازمه قبل كده ولا لا. والسلام عليكم.